نعود إلى مصر. إلى مصر، بلد الرجالة الجدعة، الرجالة الجدعان، الرجالة اللي عندهم ضمير. نحن أمام بطل شعبي جديد الله يرحمه. سواق اتوبيس مدرسة اسمه كريم راشد، عمره 67 سنة. هذا الوجه الطيب الغارق في الطيبة، مصري، وشه مصري مصري مصري. في أي مكان في العالم هتقابله تعرف إنه مصري. كان هو سائق، كان معاه باص على الطريق الدائري في طلبة مدرسة، كان معاه 28 طفل، من غير ما يفكر في اللي هيواجهه. والرواية حسب مشرفة الباص اللي كانت معاه، هذا الرجل كان طالع الدائري، لقى عربية ملاكي بتضيق عليه، انحرف، حس انه امام كارثة وان الكوبري ممكن يتحدف من فوق، الباص بتاعه يتحدف من فوق الكوبري. عمل ايه؟ طلب من المشرفة انها تجمع الاولاد الناحية التانية، ودخل بالاتوبيس بسرعته في السور علشان يوقف الاتوبيس. هو فقد السيطرة على الاتوبيس، فما لقاش حل قدامه غير انه يروح بالجزء اللي سايق فيه الناحية الشمال والاولاد في الناحية اليمين، فيلبس فيموت، يستشهد، والاطفال جميعهم تم نجاتهم الحمد لله. خلونا نعرف ونعزي أسرة هذا البطل العظيم. معانا ابنه كريم. أهلا وسهلا يا كريم. علاء كريم، أهلا يا علاء. اهلا وسهلا بيك يا فندم. البقية في حياتك يا حبيبي، ونعم بالله يا فندم. وتعازينا للأسرة كلهم. ربنا يخليك حد. ممكن تكلمنا عن الوالد وإيه اللي حصل وسمعته إزاي؟ والله حضرتك هو كان يوم طبيعي عادي زي كل يوم، بيروح يجيب الأولاد من بيوتهم. ما هو جاب الأولاد وهو راجع خلاص على طريق الدائري، نزلت المعادي اللي هو خلاص هتدخله على المدرسة بتاعته. أيوه. فعلى كلام الأطفال والمشرفة اللي كانوا معاه، اللي فيه واحد زنق عليه أيوه قبل النزلة، وخد خبطة ناحية اليمين ناحية الأولاد. المهم الأولاد صرخوا، راح هو عادل الباص الناحية التانية، واختار اللي هو يخش في السور ده عشان بس الباص يقف، يعني ما يكملش او يتقلب بيهم، وده بناء على كلام اللي كانوا معاه. هو اختار اللي هو يعني يخش في السور ويفدي بنفسه عشان خاطر بس الاطفال، عشان ربنا يعلم هو كان بيحب الاطفال ازاي يعني، وكان معاملته معاهم ازاي. حد كلمكم؟ حد قال لكم اي حاجه؟ هو توفى في الحادثه مباشره ولا اتنقل للمستشفى الاول؟ لا، هو حضرتك مباشره في الوقت الحادثه، اول ما خبط في الازاز هو توفى في وقتها. بعد كده ودوه الاسم المقطم، بعد كده بقى المشرحه يعني. هو كان بيشتغل في المدرسه، يعني سواق داخل المدرسه؟ ايوه يا فندم. هو مش سواق اتوبيس خاص يعني؟ لا هو سواق، وهو اساسا يعني هو الله يرحمه كان في مدارس كتيره قبل كده. هو الرخص اللي معاه والحاجات اللي معاه مؤهله لكده، يعني رخصه اولى، رخصه دوليه، رخصه خارجيه. ليك كم اخ واخت؟ انا ليا اختين واخين. يعني انتوا 5؟ ايوه. طيب ما حدش كلمكم؟ المدرسه ما قالتلكوش اي حاجه؟ ما قالكوش هندفع التامين، هنعوضكم المعاش؟ ايه اللي تم يعني؟ لا، هي المدرسه بصراحه الشهاده لله اللي هم واقفين معانا معنويا قبل ما يكون ماديا. نعم. يعني هو في الاول عزونا، وفي ناس جات لنا هنا عزتنا، ورحنا لهم برضه ثاني يوم، وكان في برضه مبلغ هم ادوه لنا. ايوه. والناس يعني بصراحه كله تمام معاهم، يعني ناس كويسه، وهو ربنا يعلم ان هم كانوا في علاقه ما بينهم عامله ازاي، يعني ما بين والدي وما بين المدرسه والمشرفه. علاء انتوا بتدرسوا انت واخواتك؟ لا يا فندم، حضرتك احنا كلنا كده يعتبر خلصنا، يعني اصغر واحد فيهم هو انا، عندي 31 سنه. عندك واحد وكام؟ 31. 31 بتشتغل؟ يا فندم. انت اصغر واحد فيهم؟ ايوه يا فندم. انتوا حاسين بحجم الفخر اللي عمله والدكم، او الذي يعود عليكم بعد اداء والدكم وتضحيته بحياته من اجل انقاذ الاطفال؟ حضرتك انا مش هقدر اقول اكتر من اللي كفايه اللي يكون فيه عزا او في واحد ميت. انت
ربنا منزل عليك صبر، انت مش قادر تعيط ومش قادر تعمل حاجه وحشه عشانه، عشان خاطر كل موقف بيحصل وكل كلمه بتتقال في حق ابويا يعني بتخلينا احنا ماشيين حاطين دماغنا في السماء، وهو لازم. كان عايش مشرفنا وميت مشرفنا. الله يرحمه. لازم ترفعوا راسكم في السماء، احنا فخورين بيه، الله يرحمه. واطالب كل مشاهدينا انهم يدعوا له بالرحمه، وندعو الله ان يرفعه درجات ودرجات للفردوس الاعلى ان شاء الله. خالص تعازينا للاسره، ونهنئكم على هذا الاب العظيم الذي حرص ان يترك لكم سمعه طيبه، وهو يضحي بحياته من اجل انقاذ اخرين. الحمد لله، وربنا يجعله في ميزان حسناته، وشكر الله سعيك، يا رب. وشكرا لكل واحد دعا لابويا دعوه حلوه. بشكرك يا علاء، بشكرك جدا يا حبيبي.